بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا، بقالي يومين ما نزلتش حاجة او 3 تقريبا، مش فاكرة. لان انا اليومين دول فعلا ما كناش الدنيا حر جدا، فما كانش لي نفسي اصلا الاكل. ما كنتش بعمل اكل تقريبا، كنت بعمل اكل بسيط جدا، وساعات كنا بناكله حاجات متكررة، وانا مرضيتش طبعا اصورها لكم تاني وانزلها لكم هي. فالنهارده يعني كده تشجعت وقلت بقى النهارده نقف في المطبخ زي الأول. الحر يعني هدي شوية النهارده. فوقفت بقى، ابتديت أعمل الأكل. فبدأت طبعا بالمواعين زي ما انتوا عارفين، ولازم أفضي الحوض وانضفه قبل ما ابتدي الاكل، عشان احس ان انا عارفه اشتغل يعني. لان اصلا انا مطبخي صغير، فلما بيبقى الحوض مليان وحواليه حاجات مكركبه وكده، ما بعرفش اعمل حاجه خالص يعني. وطبعا لو كنتي اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي زر الجرس، وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك للفيديو عشان يرتفع. وحبايبي اللي اصلا مشتركين معايا في الفيديو ومنوريني، يا ريت يدوسوا لايك للفيديو عشان يرتفع ونبتدي دلوقتي، والناس كتير تشاهدوا القناه يعني تتعرف شويه ان شاء الله بيكم، بفضل ربنا ثم انتوا، وربنا يسهل ان شاء الله. دلوقتي انا عملت الحوض خلاص، نضفته زي ما انتم شايفين كده، وخلاص بقى تمام، كله متروق. هنبتدي بقى في الاكل. النهارده هنعمل شيش طاووق، بس مش هعمله في الخله، لان اصلا انا طلعت انا ما عنديش خله يعني، دورت لقيت ما عنديش خلل. فطبعا انا اصلا بحب اعمله اكتر في الجريلا كده من غير خلل، لان الخلل انا بعمل اول مره على الجريلا، تاني مره بحس ان الجريلا اتحرقت، فما بديش وقتها لانها تستوي وتتحمر وتتشوى، فمش بتعجبني قوي يعني. فانا بعملها كده اسهل واسرع. انا جبت الوراك، وطبعا انا ما كنتش عارفه انا هعملها ايه، فما خليتش الراجل يخليها لي. كنت بحسب ان انا هعملها في الصينيه في الفرن مثلا، او جنب ملوخيه او حاجه، بس اكتشفت ان انا هعملها شيش طاووق، فانا اللي اضطريت اخليها طبعا، وخدت وقفه جميله جدا في المطبخ في الحر ده. فبعدين خليتها زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد ما خليتها، انا الاول بدأت طبعا بالدبوس. دبوس بنفتحه كده نصين، اولا بنشيل الجلد اللي بعيد، وبعدين بنفتح من عند العظمة كده بالسكينة بالراحة، ولازم تبقى سكينة حامية بتساعدك جدا، ومن سكينة بتبقى باردة بتبقى حاجة يعني صعبة قوي. وبعدين قلبت بتاع اللي على ورا، اللي هي الجلدة دي، فطلع مني بقى دلوقتي هي الجلدة مع اللحم مع العظمة. وحطيت اللي هي اللي انا خليتها في المية. الفخدة برضو هنعملها بنفس الطريقة، عشان نشيل الجلد منها ونسلكه، ونشيل اي بقى دهون على الحروف او كده. ونيجي عند العظم نحاول نخليه بقى حواليه كده، نفتح حوالين العظمة ولغاية ما نعرف نطلع العظمة. دي الحتة اللي هي بتبقى فوق في العظمة دي ما بنرميهاش، بتبقى حلوة قوي. طبعا الحتة دي اللي فوق اللي هي عند آخر الورك، اللي هي بتبقى ساعات فيها حتة من القفص الصدري كده، دي ما بنرميهاش، لأن هي أصلا فيها لحم ما نعرفش نطلعه طبعا كله، نخليه. فأنا بحطها لو احنا عملناه المرة اللي بعدها مثلا وراك في الفرن، بنحطها معاها في الفرن، بتبقى طبعا حلوة قوي. وبعد كده انا كملت خلي الفخدة اللي فوق، وانا بقطع ال اللي هو الدبوس على 3، وبعدين في واحدة في النص بتنفع تتقطع كمان على 2، لأنها بتبقى كبيرة كده في النص. هي بتبقى مربعات صغيرة كده، ما بيحتاجش إنها هي تبقى كتير. وبعد كده الفخدة اللي فوق نفس الحكاية برضو خالتها، ودي بتتقسم بقى 3 بالطول، وبعدين بالعرض 3 برضو، فبتطلع 6 قطع تقريبا. طبعا الورك بيبقى كبير، يا ريت يبقى هو احسن حاجه طبعا ان ان يكون الورك بتاع الفرخه كبير، لازم تكون بورك كبيره لما تكوني عايزه تعملي الشيش طاووق.
هي هقسمها 3 وبعد كده ال3 دول هقسمهم بالعرض تاني 3 تاني، فهيبقوا يعملوا 6. انا طبعا بغسلها كده غسلة سريعة وهي لسه يعني بحالها، لكن الغسلة الكويسة اللي هي بالنقع وكده دي بغسلها لما بتكون بعد ما بقطعها. انا بعد ما قطعتهم كده عملت هعمل ال3 وراك كده برضو بالطريقة دي. طبعا مش هعملهم كلهم على قدامكم عشان خاطر ما نطولش الفيديو. بنعملهم عملت اول واحد بس والباقي هعمله وبعدين اصوره لكم، يعني مش هصوره لكم ده. هنعمل كده الوراك وحطيناها في المحلول بتاع النقع. محلول النقع دوت بيبقى عبارة عن ليمون وملح ودقيق، وممكن تحط ورق لوري. انا نسيت احط ورق لوري بس برضو بتدي ريحة حلوة قوي للفراخ، مبقاش فيها زفارة ولا اي حاجة. بس الدقيق اصلا بيعمل يعني بصراحة مفعول جميل قوي ان احنا بنرقدها فيها، بتشيل كل الزفرة او الدهون اللي بتبقى في الفرخة. وطبعا هسيبهم انا بقى كده دول عبال ما اعمل الفلفل الالوان. اقطعه برضو فلفل الالوان نفس الحكايه، انا ما بغسلهوش وهو لسه فلفل كده، بعد ما بقطعه خالص وبطلع منه القلب اللي جواه بغسله بقى عشان يبقى طبعا اتغسل كويس. وبنقطعه مربعات. هنا بقطع كمان بصلتين كبار. البصل ده ما بيتشوى على الجريل بيبقى طعمه جميل جدا، احنا بنحبه قوي. بنقطعه كده على 4/4 وبعدين بنقطع الربع على 2 بس بالعرض، يعني بنقطعه بالعرض الربع على 2. طبعا بنفرطهم من بعض وبنقطع الفلفل كده مربعات زي ما انتم شايفين، زي بنعملها بالظبط على السيخ بتاع الجريل بتاع الشيش طاووق. الخلة الكبيرة دي. احنا بقى هنعمل مع اللي هو الخلطة بتاعت اللي هننقع فيها هنحط فيها الشيش طاووق. طبعا أنا لو عندك اللي هي الجاهزة خلطة الشيش طاووق جاهزة جميلة جدا جدا بتنفع. لو ما عندكيش احنا تعمل زي كده، انا عملت بابريكا وتوم باودر وملح وفلفل اسمر وكركم وبهارات فراخ، وبنحط شوية خل وشوية زيت عشان يعني نخلي الخلطة تبقى سايبة شوية عشان تمسك في الفراخ. اهي حطيناها كده وحطينا فيها الفراخ وقلبناها كويس. انا بحب البابريكا قوي فهي بزود شوية البابريكا. وبعد كده بنسيبها بقى في التلاجة. انا كان عندي هنا صوص باربيكيو، حطيت حبة منه. لو عندك صويا صوص تبقى حلوة طبعا جدا. بس ما عنديش صوص فما عملتهاش، ولو ما عندكيش تمام شغالة يعني. وبعد كده بنحط الجريلا على النار وبنحط فيها نقطة زيت صغيرة قوي، واول ما بتسخن الجريلا يعني بتعمل السخونية بتاعتها كويسة كده، تحطي عليها الفراخ تاخد صدمة عشان خاطر تبقى من جوه طرية. بنحطهم كلهم بنرصصهم كده على الجريلا، وبعد كده بنسيبهم بقى طبعا على النار. أنا حطيت بقى الفلفل الالوان والحاجه كنت مقطعاها في نفس المكان اللي كنت نقع فيه الفراخ، فهياخد من طعم الخلطه اللي انا كنت حطاها. ونسيب الفراخ بقى على النار، هي طبعا بتبقى على عالي. فهتاخد صدمة. بعد كده بتوطي سنة صغيرة قوي وتغطيها فبتنزل ميتها وبتشربها تاني فبتستوي طبعا يعني سوا كامل. بتتأكدي انها استوت سوا كامل لانها اتخن طبعا من البانيه او الصدور، فبتبقى محتاجة انها تستوي يعني. فهنا اول ما خدت صدمة قلبناها على الناحية التانية، واحنا مش هنحركها الا لما تاخد الصدمة كويس الناحية دي. قلبناها على الناحية التانية وسبناها شوية برضو كده وغطيناها زي ما قلتلكوا، هتنزل ميتها وتشربها تاني، وفي الحالة دي بتبقى استوت. بنجيب بقى بعد كده الفلفل الألوان اللي احنا عملناه، اللي احنا أصلا مقلبينه وحاطينه في الخلطة اللي هي اللي احنا عملناها دي بتاعت البهارات. بنحطها بقى عليه الفلفل الألوان، بنحطه على الفراخ. اهي نزلت كده مية، حطها شوية وهتشربها تاني.
بنحط عليها كده، وبنحاول نخلي الفلفل الالوان هي اللي لمسة الجريل. يعني بنرفع الفراخ لفوق كده شوية، ونخلي الفلفل الالوان لمس الجريل، عشان خاطر هو اللي بقى يبتدي ياخد الصدمة ويبتدي يستوي. وبرضه هو هينزل ميته هو والبصل، وهيشربها تاني برضه، هيبقى كده طري وهيبقى استوى. طبعا مش هيبقى طري قوي، بيبقى فيه قرشة كده زي بتاع اللي هو اصلا المشوي. وبنحب نغطيه برضو شوية كده، عشان خاطر ايه، ينزل المية ويشربها ويبقى طري، ما يبقاش نشف قوي واحنا بناكله زي الني يعني. ففي الحالة دي بقى كده بقى خلصنا خلاص كده الطبق شيش طاووق. بنشوف بقى ده الشكل النهائي بعد ما نزل الفلفل ميته وشربها، وهو ده شكل الأكل النهائي. ويا رب يكون يعجبكم إن شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لي اللايك وكده. وانا وريتكم قبل كده ان انا كنت بخللت بصل، كنت بعمل محشي فاكرين. طلعته فتحت عليه في منتهى الجمال. والفلفل ده برضو انا عاملاه. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.